لما تولى عمرو بن العاص كتب لعمر بن الخطاب: إن نهر النيل قد طغى علينا طغيانا زائدا وجرف كثير من المنازل والبيوت، وكان الناس يقدمونه هذا عمل جهلي فتاه، فماذا أفعل؟ يقول أنا أبني ولا كيف أتصرف؟ نهر النيل زاد، يعني أصبح في مد. فكتب عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل. أما بعد، هذا الرسالة ما يبنى عمرو بن العاص، نهر النيل من عمر بن الخطاب: إن كنت تجري بأمرك فاجري كما شئت، وإن كنت تجري بأمر الله فإني أعيذك بسم الله ألا تطغى على عباد الله. قال: إذا أتتك رسالتي هذا فضعها في نهر النيل. فأخذها عمرو بن العاص الرسالة ورمى بها في النهر فانخفض بإذن الله. يقول حافظ إبراهيم بعدها: قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا عمر بن الخطاب يخاطب النيل، يقول: لا إن كان من نفسك امشي، وإن كان لك بأمر الله أعيذك كلمة الله لا تطغى على عباد الله. فانخفض النيل يوم ألقيت فيه الرسالة. فكتب عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل. أما بعد